طيب انا جيت المطبخ اهو مخصوص عشان ابين لكم التسويه ماشيه ازاي واعرفها لكم على ارض الواقع، لان مفيش حد هيعمل يا روم اعمل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جايب ايه يا عم حمزه؟ النهارده معايا كيلو سمك بوري، ومادام قلنا بوري يبقى احنا هنعمل سنجاري. ينفع بولتي على فكره يا جماعه، بس لازم تكون كبيره شويه. السمكه بتاعتي انا جايبها نظيفه وفتحها في المحل. الفتحه بتاعته بتبقى من فوق من الظهر مش من البطن. طيب في حاجه بقى مهمه، الناس بتستسهل وبتعمل الوصفه السنجاري بتعملها في الكبه. وفي الكبه يا جماعه الصراحه هي ما بتتعملش في الكبه، لان الكبه بتخلي الخلطه صيصي خالص كده. الخضار بتاعك بيتقطع على السكينه، بتقطعه ناعم، ده الافضل وده الصح. هحتاج ايه بقى انا في الكيلو السمك؟ بصله، قرن فلفل حار اختياري، ايه تاني؟ قرنين فلفل اخضر، ايه جاي تاني؟ بصله خضراء جميله جدا. اللي جاي بقى الخضره بتاعتك، شبت، كزبره، 3 فصوص توم. ده كده الخضار اللي اتقطع على السكينه. ده الخضار بتاعي اللي اتقطع. هحتاج اعمل ايه بقى؟ الطماطم هبشرها، هنبشر جزره، هنعصر ليمونتين، رشه زيت زيتون، معلقه صلصه خام اللي هو المعجون الطماطم. نحط بقى شويه التوابل بتوعنا، كمون، بابريكا، سنه كركم صغيره، سنه ملح، رشه صغيره من الفلفل الاسود، تركايه صغيره بقى من المستردة. مهمه جدا المستردة دي في السنجاره يا جدعان. ادي الخلطه بتاعتي الجميله اهي. اقلب بقى، انا بشيل بالمعلقه اهو. لو انضربت في الكبه هتبقى صيصي خالص. طيب عشان نعمل بقى حاجه شكلها حلو ويكون الشكل بتاعها والبرزنتيشن بتاعها جميل جدا زي المطاعم كده، هقول لك تعمل ايه بقى. هتجيب السيلفر بتاعك، ورقه زبده، السمكه تحطها هنا كده اهو، وهات الخلطه بتاعتك بقى وبالمعلقه اهو. الخلطه ريحتها جامده جدا يا جدعان. هتجيب الحرف ده كده اهو، وده تتنيه كده، وده كده، واقفل من هنا اهو، وضم ده كده، خليها تاخد الشكل بتاع السيلفر اهو، وهترصهم في الصينيه بالشكل ده كده. تانية اهي. هنعمل ايه بقى؟ في حاجه بسيطه كمان، احنا هنسيبه بالظبط ربع ساعه، ربع ساعه قبل ما يروح الفرن. يعني خليه زي ما هو كده بالشكل ده كده ربع ساعه بالظبط او 10 دقايق، مفيش مشكله. طيب انا جيت المطبخ اهو مخصوص عشان ابين لكم التسويه ماشيه ازاي واعرفها لكم على ارض الواقع، لان مفيش حد هيعمل يا روم اعمل كده. طب تعالى بس كده ورا، تعالى ورا. فانا جيت لكم ايه مخصوص في المطبخ عشان نسوي السمك مع بعض واعرفكم التسويه ماشيه ازاي. على فكره مفيش حد بيخش المطبخ يا جدعان ويوريكم السوا والكلام ده. التسويه بقى يعني عامل مهم جدا في الاكله. طيب الفرن اهو سخن دلوقتي، هو شغال من فوق ومن تحت. السمك بتاعي هحطه في الارضيه الاول اهو، هسيبه على الارضيه دي ربع ساعه بالظبط. طيب بعد ما سبته 10 دقايق بقى في الفرن اهو، 10 دقايق بالظبط، بطلعه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. بكشف عليه كده بالشوكه، بلاقيه استوى معايا. بعمل ايه بقى؟ بحطه في الرف اللي فوق عشان ياخد لون وينشف. انا برضو بسيبه في الرف اللي فوق 10 دقايق، بس كل شويه انا ببص عليه لان هو بيطلع قبل ال10 دقايق. ضن كده. جيت لكم عند الفرن اهوت عشان ابين لكم السوا ماشي ازاي. بقى كده ايه، نطلعه من الفرن. الله اهو احلى سنجاري في الدنيا اهو. ده اللون المظبوط والسوا زي ما شرحته، وقاعد معاكم على الفرن اهو، عرفتكم السوا ماشي ازاي. احلى سنجاري. تعال بقى نقدم الشكل بتاعنا بقى، نعمل بقى حاجه كده ايه يكون البرزنتيشن بتاعنا شكله جامد جدا. يلا بينا. الطبق بتاعك الجميل اهو، وانزل يا باشا اهو. حطوا ده بقى ايه بالسيلفر بتاعه
شويه السلطه الحلوين بتوع همت ومظبوطين. اديني شويه هنا كده هم كده. ايه بص، تاكل وتتدلع كده اهو. اهو ده بقى الشكل بتاعه. السمكه الجميله اللون بتاعها، شويه الرز، شويه السلطه. احلى وجبه، احلى وجبه جامده جدا، سنجاري على الرايق والمظبوط والسنتريك. نسمي الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، انا ما بعرفش اكل السمك بمعلقه الصراحه، يعني هو انا باكله بايدي. فانت بتاخد شويه كده من الصوص الجامد اللي فوق ده كده، عليهم شويه الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. يابا يابا يا ريمو، تعال اضرب، تعال اضرب معايا. بص خد حته من دي السلطه كده، مش سخن يا باي. تعال كده يا باشا على الخلطه دي كده. بص يا جدعان، حاجه عظمه العظمه اهي، مع شويه الرز يا باي، جامد جدا. شويه السلطه الحلوين، جامد جدا. ها لا والله العظيم يا بومبو، الخلطه دي مظبوطه بالملي، خيال الخيال. احلى مليون مسا عليكم، اشوفكم في وصفه جديده. اللي بيحب حمزاوي يقول له احلى مسا عليك.